شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ حاجه يعني بصوا جميله قوي. طبعا انا جبت 5 وحدات بطاطس او 6 بالكتير عادي، يعني على حسب اللي انت عايز تعمله. بعد كده قشرتها ونقعتها في ميه عشان ما تسودش. بدات ان انا اقطعها تقطيع سلايس كويس جدا زي الشيبسي. على قد ما اقدر حاولت ان انا اقطعها فعلا كويس زي ما انتم شايفين. طبعا عشان خاطر ان هي هديها نص سلقه كده او اقل من نص كمان. طبعا بعد ما قطعتها سلايس نقعتها في ميه بتاع ربع ساعه ونص ساعه. جبت حله ونزلت بميه مغليه. لازم الميه يا جماعه بتاعت البطاطس تكون مغليه قوي عشان ما تتهرش منك او تكسر منك. بدات انزل بالبطاطس يا دوب قعدت معايا بالظبط 3 4 دقايق ورفعتها من على النار. مش عايزه ان هي تستوي جامد. طبعا بعد ما رفعتها صفتها. لو عايزه ممكن عادي، لو حسيت ان هي ممكن استوت معايا قوي ممكن انزل بيها بميه بارده ابرد عليها. لو مش هقدر ان انا اتحكم بيها في السوا ممكن لو انا هي متقطعه تقطيعه كويس اقدر ان انا انزل بيها على طول تحت البشاميل. دلوقتي جبت حله ونزلت عملت البشاميل اللي هو الزيت والدقيق. ولازم زي ما قلت لكم لازم الزيت اهم حاجه في الدقيق او في البشاميل يبقى بيكون بيغلي قوي. بدات اللبن عندي كنت مجهزه، نزلت باللبن وقلبته مع الدقيق ونزلت تبلت البشاميل ملح ومرقه. طبعا حبيت بعض التريكات ان انا احطها اللي هو بيستو اللي هو صوص الريحان. وطبعا اديت لها نص او ربع معلقه سبايسي عشان تدي شكل حلو في البشاميل وهو طالع. كانت حاجه جميله وحطيته في التلاجة وباي اشوفه طبعا بعد ربع ساعه. خليت البشاميل يبرد في التلاجة. على ما يبرد شويه بدات اجهز الحاجه بتاعتي اللي هي الصينيه اللي هعمل فيها البشاميل. الا وهي جبت طبعا معلقتين بشاميل حطيتهم في الصينيه وبدات ان انا افردها زي ما انتم شايفين كده. بدات ارص البطاطس او مش شرط ارص. وبعد كده نزلت طبعا باللحمه المفرومه. ممكن احط فراخ ممكن احط اي حاجه على حسب الرغبه. حطيت اللحمه وبعد كده بدات انزل بالبشاميل. طبعا ده شكل اللحمه الاول. بعد كده طبعا البشاميل بتاعي كان برد وجهز معايا وبدات انزل بيه. انا عايز البشاميل يبقى بارد مش عايزه سخن عشان ما يهريش البطاطس قوي. طبعا نزلت بالبشاميل خلاص وبدات انا افرده في الصينيه خليته كل واحد. طبعا بعد كده نزلت بالتشيز. طبعا جبت شويه جبنه رومي على شويه جبنه موتزاريلا وفرقتهم في بعض. بدات ارص في قلب البشاميل وده الشكل اللي طلع معايا. وبعد كده دخلتها الفرن. بصراحه كانت ريحه جميله قوي كانت طعم حلو. ادي البطاطس عندي. البطاطس اللي انا عملتها حاجه بجد جميله. طبعا البطاطس لازم اخليها سايبه شويه اهي زي ما انتم شايفينها. حاجه فعلا حاجه يعني بصوا جميله قوي. طبعا زي ما وريتها لكم كده دي البطاطس. طبعا البطاطس بالذات يستحسن ان انا اخليها تاخد وش وكمان ممكن ما اسويهاش قوي. تمام. انا مش هاكلها دلوقتي، انا هاكلها ممكن اكلها بكره. او ممكن مثلا بعد ما اعملها اركنها ساعه او ساعتين بحيث ان البطاطس تمسك نفسها وابدا اطلعها. ريحتها يا جماعه جميله قوي. طبعا انا مش هاجي امتها لما انتوا تشوفوني وانا بفتحها وكده. حاجه جميله. برستيج عالي. تيستنج حلو قوي. كمان مش عايز افكركم البطاطس مش زي المكرونه. البطاطس لازم اسيبها خالص تهدى براحتها. ممكن اخلص على كده وادخلها التلاجة تبرد بس شويه واقوم مدخلها التلاجة عشان ما تطراش. طبعا لو انا مش عارف اتحكم بيها كتسويه وعشان ما تتهراش معايا في الميه ممكن عادي انزل بيها زي ما هي كده. طالما انا مقطعها شيبسي زي ما وريتها لكم. ريحتها حلوه قوي بجد. يستحسن ان انا ما اسلقهاش احطها زي ما هي وبعد نيه. وبعد كده بس لازم اخليها لو احطها نيه يبقى لازم اقطعها فعلا ارق من الشيبسي. احطها زي ما هي وريحتها تبقى جميله والطعم يبقى احلى ومش هتبقى مهريه قوي. هتبقى فيها تكايه والتكايه دي ده المطلوب. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا هستناكم ان احنا نفتحها ونشوفها بقت عامله ازاي من جوه بس تبرد شويه وتمسك نفسها. واستنوني طبعا. وقبل ما تستنوني قبل ما افتحها ما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. بس قبل ما اقفل نشوفها ازاي نفتحها ونشوف ازاي عامله ازاي من جوه. يلا بينا. ادي الصينيه اهي يا جماعه وادي الطبق اللي هنعبي فيه. حاجه كده
هي شكلها كده هتبقى جميلة اصلا. البطاطساية وانا بكسرها كمان فيها حاجة كويسة جدا اهي. ممكن نجيب بقى الحتة الصغيرة دي اهي، شايفين اهي شكل البطاطس. هندوقها بقى نعمل على التستنج. هي حرفيا شكلها حلو قوي، ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها اي حاجه. دي شكلها حاجه كده زي ما بيقولوا جميله قوي. هنشوفها دلوقتي عامله ازاي من جوه اهي. دي كلها طبقه بشاميل، اما البطاطس اهي شايفين. بطاطس حلوه قوي. جميله. بشاميل حلو قوي. ودي البطاطس اهي مستويه. حاجه بصراحه جميله قوي كده. احنا مش عايزين ده اهي، شايفين عامله ازاي اهي، شايفين. احنا ممكن لو قلبناها يعني مثلا عملناها كده شايفين اهي. دي البطاطس اهي مرصوصه شكل حلو، معموله بطريقه حلوه اهي. حاجه جميله بصراحه. الصينيه ديت انا عاملها امبارح، حتى مغير اللبس النهارده يبقى كلها. طعمها جميل قوي ومش مالحه ولا عدبه، مظبوطه. طعم حلو قوي بجد. اتمنى ان يكون الحلقه طبعا عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فكره جديده وحاجه جديده. اتمنى ان شاء الله كده تكونوا بخير، وما تنسوش اهم حاجه برضو بعدها عليكم. طبعا ما تنسوش انتوا تدعموني بلايك وبشير. تشوفوا كل فيديوهاتي على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.